في الجهة الجنوبية الشرقية بنلاقي البقيع، واللي بيعتبر المقبرة الرئيسية للمسلمين من عهد الرسول. زوجات وأبناء النبي فاطمة وإبراهيم ابن الرسول كمان، وعدد ضخم من الصحابة تقريبا 10,000 صحابي كلهم مدفونين هنا. بدون أي شواهد للقبور تعرفك مين تحت التراب اللي قدامك ده. النهارده احنا موجودين في البقيع، المكان اللي اختاره الرسول بنفسه علشان يكون مكان لدفن المسلمين هنا في المدينه جنب المسجد النبوي. هنا اتدفن 10,000 صحابي، يعني من 1400 سنه لحد دلوقتي هنا اتدفن كتير جدا من المسلمين، ما يقارب النص مليون. مجرد ما وصل الرسول للمدينة واختار مكان المسجد النبوي بعد ما اشترى قطعة الأرض بتاعته من 2 من الأطفال الأيتام، قرر رسولنا الكريم إن هنا يكون موقع دفن للمسلمين. الدفن هنا طبعا بيتم عن طريق اللحد الشرعي، وهو حفره في الارض بيتم حفرها، وبعد كده بيتفتح فتحه جوه في الاتجاه بتاع القبله، وبيتحط فيها طبعا المتوفي، وبعد كده بيتردم عليه التراب. علشان من ساعتها لحد اللحظة ديت تكون دي أكبر وأشهر مقبرة للمسلمين موجودة لحد دلوقتي. المكان واللي اتسمى بقيع الغرقد، وده علشان انتشار النبات دوت قديما هنا، لكن تم إزالته في الفترة الأخيرة. المكان بيكون مفتوح للزيارة لكن للرجال فقط. هنا في الجزء ده من المسجد النبوي بنلاقي القبه الخضراء اللي ورانا ديت، واللي تحتيها قبر الرسول اللي موجود في حجره ستنا عائشه.